إخواني أخواتي، أهلا ومرحبا بكم في آخر فريق الوداد الرياضي. السعيد الوداد الرياضي ثنائي عبد المنعم بوطويل ونسيم الشاذلي أمام المغرب فاسي بعد استنفادهما لعقوبة انضباطية. وكان بوطويل قد غاب عن المباراة الأخيرة أمام النهضة الزمامة بعد تلقيه البطاقة الحمراء في مباراة الكلاسيكو أمام الجيش الملكي، فيما غياب الشاذلي كان بسبب جمعه ل4 إنذارات هذا الموسم. سيستضيف الوداد الرياضي غدا السبت المغرب الفاسي بمدينة الدار البيضاء على أرضية الملعب العربي الزاولي على الساعة 8 مساء لحساب الجولة 16 من إياب البطولة الوطنية الاحترافية إنمي. كشفت بعض المصادر الإخبارية أن هشام أيتمنى اجتمع مع المدرب مكوينة من أجل تقييم مرحلة الذهاب من البطولة. وأفاد المصدر أن أيتمنى ومكوينة ناقش مجموعة من الأمور التي تتعلق بالنادي. وأكد المصدر أيضا أن مكوينة وأيتمنى اعترفا بارتكابهما لمجموعة من الأخطاء خلال المرحلة السابقة، خصوصا المتعلقة بالتعاقدات، وأن عددا من اللاعبين لم تعطي المرجو منها بالخصوص التعاقد مع الأجانب باستثناء اللاعب مايلولا. وأكد مكوينة أن هناك تحسنا ملموسا في صفوف الفريق، واللاعبين بدأوا استيعاب طريقة عمله، غير أنه لم يصل بعد إلى الطريقة المثلى في اللعب، والأمر يتطلب منه المزيد من الوقت والصبر. واتفق الرئيس والمدرب على إبرام 3 تعاقدات كحد أقصى في المرحلة الانتقالات الشتوية المقبلة. أعلنت العصبة الاحترافية أن الميركاتو الشتوي سينطلق في 15 يناير من السنة الجديدة، وسينتهي في آخر دقيقة من 31 من الشهر نفسه، وهي المرحلة التي سيمكن للأندية فيها تسجيل لاعبيها الجدد. ويعد قطبي كرة القدم بالدار البيضاء من ضمن الأندية الممنوعة من التعاقدات، حيث اختارت الجامعة الملكية لكرة القدم أن 8 أندية تنشط القسم الأول من البطولة الاحترافية ممنوعة من التعاقدات لعدم تسديدها للديون النزاعات النهائية الصادرة ضدها. وتضم اللائحة كل من الوداد الرياضي والرجاء، المغرب التطواني، اتحاد طنجة، أولمبيك أسفي، حسنية أكادير، والدفاع الحسني الجديدي، وشباب المحمدية. ولن تتمكن هذه الأندية المذكورة من تسجيل لاعبيها الجدد في فترة الميركاتو الشتوي إلا بعد رفع عقوبة المنع المفروض عليها من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.